طب انا كواحد دلوقتي انت لغيتها لي، انا مصدر رزقي منين؟ مصدر دخلي منين؟ دي حاجه انا عايز اعرفها اولا يعني. انا بداتها خالص كنت عادي بشوف الدنيا تمشي معايا ولا لا، الحمد لله ربنا كرمني وقفت على رجلي. كنت في مكان حصل ظروف يعني الحمد لله، كنت في مكان وطلعت لقيت المفروض ان انا افتح مكان لوحدي يعني. طبعا مكان لوحدي يعني توضيبات وتجهيزات يعني الدنيا وكراسي وسبوره ومراوح ونور وايجار وتامين والحاجات دي كلها. طب انت مره واحده كل ده اتاخد مني، كل ده اتاخد مني مره واحده، ده غير الحجوزات والناس اللي دفعت والكلام ده كله. انا مصيري ايه دلوقتي بعد كل التعب السنين اللي فاتت دي، سواء كليه او ثانويه عامه او مصاريف والكلام ده كله؟ انا استفدت ايه دلوقتي؟ انا ايه الفايده دلوقتي ايه؟ انا عايز اعرف حاجه دلوقتي، مين يطلع يرد عليا؟ مين مسؤولي دلوقتي يقول لي انا المفروض اعمل ايه دلوقتي في حياتي؟ فلوس استلفتها من ناس وفلوس ناس وقفت جنبي عشان اعمل مكان اقف فيه، وكل ده في لحظه يتاخد من قصاد عيني. انا خلاص عمال ارسم طموحات وحاجات واحلام في قدامي، عايز ابقى زي الناس اللي في سني عايشه حياتها، كل ده يروح مره واحده. انا مش عارف الصراحه اقول ايه، ومش قادر اتكلم، ومفيش حاجه تعبر عن اللي انا حاسس بيه. مش عارف اقول حسب الله ونعم في مين ولا في مين. كل واحد واقف قصاد طموحي واحلامي ليه؟ بس والله العظيم انا ما مسامح اي حد وقف قصادي او انا او اي زميل ليا في المجال. انت خربت بيت دلوقتي، ده انت كده خربت بيت، ده بيت اتخرب. والله العظيم انا خصيم اي حد يوم القيامه وقف قدام مستقبلنا او اي حد من الناس دي.